ازيكم يا احلى امارات، عاملين ايه يا فراشات يا صغننين؟ جايبه لكم ملخص صيني، يا رب يعجبكم. بس في الاول كده عاوزاكم تحطوا لي لايك وكومنت حلو زيكم، واللي تعمل كده ربنا يوعدها براجل صيني اصيل تتجوزه، مش صيني تقليد. ونبدا ملخصنا، يلا بينا. نبدا ملخصنا مع وين جي، ابن اكبر عائله لشركات الطيران للخطوط الجويه، شركه يونلان. شاب غني وسيم وأمور والكل بيكرش عليه، لكن يا خسارة بيقولوا إن هو خاطب من وهو صغير شيء بنت عالة يونلانغ. حلمنا هيفضل حلم. وبعد كده بنشوف تشاو، بنت عميلة التوصيل اللي بيكون عندها اوردر داخل المطار لواحد بيكون شريك جاي، احنا هنقوله جاي مش هنقوله يعني، ماشي. وبعدين هنا بيحاول ان هو يعتدي عليها فبتديله ضربة تحت الحزام، لكن هنا بيشدها او بيكون عاوز يكمل معاملاته العنيفة المعتادة، فيجي جاي ويضربه. هو بيمنع أي تعامل معاه وبيفسخ العقد اللي ما بينهم، لأن هو مش بيحب الحركات دي ولا الرجالة اللي من النوع ده، وبيطرده بره. بنشوف زميله اللي بيكون أمور برضه زيه، اسمه تشان، بيجي يقول له خطيبتك مستنياك تحت، انزل لها. فيبص كده وراه ويروح يقعد جنب تشاو ويقول لها هو انتي متجوزة؟ لأ. طب ايه رأيك اللي انتي تتجوزيني بالسرعة دي؟ احنا لسه عارفين بعض. لا، ما هو الجواز ده هيكون جواز سوري، مش جواز اللي في دماغك. هو لمدة سنتين ودي بطاقة فيها 100,000 يوان. ايه رأيك؟ وبنتنا اخوها بيكون لسه بيدرس وكمان جدتها تعبانة، فدي فرصة كويسة جدا بالنسبة لها، وبتوافق وبيروحوا مكتب الجواز وبيصوروا وبيوثقوا الجواز، وبيكون عمل ده كله لأن والدته مصممة إن هو يتجوز وعمالة تزن عليه، وهو عايز يسافر سنتين برا للفرع بتاعهم التاني في لوس أنجلوس. هو بيقول لها أنا كده حققت لك حلمك، أنا كده مسافر خلاص. بعد سنتين بيرجع تاني للصين، بتقابله واحدة نصابة بترمي نفسها قدام العربية وبتطلب منه تعويض، والكل بيقف وبتصور والكل عاوز ينشر، فبيضطر إن هو يدفع تحت التهديد. لكن بنتنا بتظهر قدامه بعد عامين، بيكون هو نسي شكلها وهي كمان، وحاسين إن في ألفة ما بينهم كده. أنا بتقول لها يا عمته، هو أكيد دلوقتي هو خبطك فلازم نتصل بالشرطة. فبتقول لها ايه دخلك انت في شؤون الناس، خلاص انا مش عاوزه تعويض، وبتسيبه وبتمشي. فبيشكرها ان هي ساعدته من الاستغلال ده، وبتسيبه وبتمشي. بعدين اصحابه بيحبوا ان هم يحتفلوا برجوعه بعد عامين. هنا بيشرب وبيكتر، وبعدين بتشوف تشاو اللي بيكون مع سو صديقتها وجايباها عشان تغطي يوم كده في شغلها وهتاخد هي الفلوس، لأن سو عايزة تقابل حبيبها. بتكون محروجة جدا تشاو من لبسها والتنورة قصيرة. بعدين بيجي المدير الملهى وبيديها الأزازة الشمبانيا وبيقول لها إن هي تدخلها، لكن هنا بيشدها إيوان جي اللي بيكون سكران. بيكون كمان استغله مدير المكان وحطله بخور منشط جنسي، وهنا بيقرب منها بيقول لها انت محتاجة فلوس صح؟ خليني أكون معاكي وأنا هعوضك. فبتحاول تبعده عنها لكن مش بتعرف. فجأة هنا واحد يدخل ويقول له انت ازاي تعمل كده مع مراتي، وان دي زوجتي وانت لازم تعوضني، الا كده هفضحك وانا مصورك. فهنا بتقول انا مش متجوزة. فبيقول له الفيديو اهو معايا، هتدفع ولا افضحك؟ انت راجل غني فيا ريت تدفع. هنا المدير بيدخل مع انه متفق مع دولي، ودي شغلانة بيعملوها كده عشان يطلعوا من المكان ده فلوس. وبقول له انت راجل غني ولك سمعتك، فيا ريت اللي انت بقى تعوض الراجل ده انت كنت هتنام مع زوجته يا اخي. فهنا يبتسم كده وبقول له كلامك مقنع، انا هعمل كده. لكن هنا تشاو تقول له انا مش متجوزة، وهو اللي اداني ازازة الشمبانيا عشان اجيبها لك. فهنا بيكلم صديقه تشان اللي بيكون والده صاحب الملهى الليلي ده، وبقول له يجيب له هنا 1,000,000 يوان معاه. وبعدين بيجي بشنطة الفلوس وبقول له ما كنتش أعرف إن والدك بيستخدم الأساليب الرخيصة دي في الملهى بتاعه. وبعدين هنا بيقول له أنا معرفش أي حاجة على اللي أنت بتتكلم عنها، أكيد في سوء تفاهم. هنا بيكلم المدير الأساسي للمكان، بيجي وبيرحب بيهم وبيكون عامل لهم اعتبار كبير جدا. فالتاني يقول له أنت ليه بترحب بيهم كده ومحترمهم؟ فبيضربه وبيقول له أنت مش عارف ده مين؟ ده أكبر رجل هنا في المدينة. والتاني تشان ابن صاحب المكان. وهنا بيطلبوا لهم الأمن وبيقرروا اللي هو يفصلوا خالص. وهنا بيرمي له الفلوس، بيقول له مش أنت بتحب الفلوس؟ أنا هعرفك إزاي اللي أنت تعشق الفلوس بعد كده. وبيطلب من الأمن إن هما يرموه بره، بس ما يسيبوهوش اللي هو يمشي غير لما يروقوا عليه. بعد كده بنشوف حنيته وإن هو جنتلمان. بيجي يقلع الجاكيت بتاعه ويغطيها ويقول لها مفيش داعي اللي انتي تشتغلي في المكان ده لو انتي محتاجة فلوس، أنا عندي في الشركة في مكان للموظفين،
لو حابة اللي انت تشتغلي تعالي لي بكرة. هو بتفرح جدا. بيرجع من رحلة طيران تشان بيقول له برغم ان الشغلانة دي صعبة وفي رجالة كمان بترفضها اللي هي ايه جت واشتغلت فيها. بعدين هنا المساعد بتاع والدته بيكلمه وبيقول له ان والدته تعبانة وعندها صداع جامد وفي المستشفى وعاوزة تشوف مرات ابنها. فهنا يرن على التليفون، يبص يلاقي تشان ماسكة تليفون زيه. فبيقول معقول تكون هي، ولما بيبص لها هي بتخاف، ده مديري وأول يوم في الشغل. هو بيتكلم في التليفون فبتقفل الخط وبتطلع بره تتكلم هي في التليفون وبقولها ليه قفلت دلوقتي. بتقول له اصلا انا لسه شغاله جديد ومديري كان واقف. هو بنلاقيه يقول لها انا مكلمك عشان نتفق على ميعاد نروح فيه المكتب ونتطلق. مش مامتك عايزه تشوف يا ابني عروستك ولا ايه؟ ده مامتك محضره شويه مجوهرات وبتقول انا عاوزه اثبت للعالم كله ان انا افضل حماه. هنا اول ما تشوف ابنها داخل بتمثل ان هي تعبانه. اما انت على طول بتعملي الحركات دي، بلاش منها وحياتك بقى دلوقتي. فبتتعدل هنا وتقول له انا عاوزه اشوف مرات ابني متجوز بقاله سنتين ومش عارفه اشوف مراته. طب ازاي انا هقتل نفسي. هو بتمسك السكينه. هو المساعد بيساعدها في التمثيليه بتاعتها وهنا ببص كده بقول لها ما خلاص بقى، انا هخليها تيجي. انت عاوزه اشوفها امتى؟ انا عيد ميلادي بعد بكره، عاوزاها تيجي واعرف الناس كلها على مرات ابني، الا كده هموت نفسي انت فاهم. وبتشاور وتغمز للمساعد بتاعها عشان يمثل معاها. فبقول لها حاضر من عينيا. بنشوف هنا مرات موظف كانت توفى في حريق في المطار. الكل هنا بيعملها مش بطريقه كويسه وعاوزين يطردوها، لكن تشاو هي اللي بتقف جنبها وبتساعدها. وبتعرف منها ان جوزها ليه مرتب شهري وكان تعويض ومش خدت اي حاجه. فبتاخدها للمدير اللي بيكون مقضيها مع الموظفين. فبتدخل بقلب جامد وتقوله ان الست دي ليها تعويض لان جوزها توفى هنا وكمان مرتبه اللي ده كله مش بوصل ليها. فبقول لها انت مين اصلا وايه دخلك في الحوارات دي، اطلعي بره. فبترفض ان هي تخرج. فهنا الست بتيجي نازله على رجليها وبتفضل تترجاه ان هو يديها فلوسها لان ابنها مريض برضه عنده السرطان وعايز مصاريف. فبيطلب ليهم الامن عشان يرموهم بره. لكن جاي بيجي بيشوف الورقه وبيعرف ان مستحقات الست ديت متاخره. فبيرميها في وش المدير. بيسأله عن مستحقاتها ليه مش بتوصل للست دي. مش انت مدير الشؤون الماليه؟ ده مدير البلاعات بيبلع اي حاجه حضرتك وهي فايته عليه. فهنا بياخد منه البطاقة بتاعته وبيديها للست وبيقوله اللي انت مطرود. وكمان بيعتذر من الست على اللي حصل وعن التأخير. وكمان بيديها بطاقة من عنده فيها 100,000 يوان وبتشكره. وهنا تشاو بتفرح بيه جدا وبتقوله شكرا اللي انت ساعدتني للمرة التانية. فهنا بيرقيها حبة وبيرفعها وبيقول لها اللي انت مرتبك كمان هيوصل ل20,000 يوان في الشهر. فبتحب تروح تفرح أخوها وبتعزمه وبتقول له انا اترقيت النهارده ومرتبي كمان زاد وانا فرحانه جدا اللي انت هتدخل الجامعه، انت اول شاب في القريه ان هو يتعلم التعليم ده بيكونوا هما من الارياف. وبقول لها انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه بس انا هعوضك لما اتخرج. وبعدين بيشوف رقم جوزي فبقول لها هو جوزك رجع. بتكون معرفاهم الحوار وان ده جواز سوري. بتطلع تكلمه وبكون مفكرة ان هو بيكلمها عشان يروحوا يتطلقوا الميعاد، لكن بيكلمها بيقول لها ان والدته عاوزة تشوفها وان عيد ميلادها بكرة وبيبعت لها العنوان. بس بيقول لها اعملي حسابك اللي انتي تخليها ان هي تكرهك. بتروح على العنوان وبتلاقي نور السيارة وهو بينزل. لكن يا خسارة هي بتكون عينها مش عليه، هي عينها على المتسولة اللي قاعدة. وبتجيلها الفكرة ان هي تلبس الهدوم دي وتدخل جوه لحماتها. وحماتها بتكون قاعدة عمالها تقول في شعر عن مرات ابنها بتوريهم الصورة اللي حالتها. بتقول لهم شوفوا هي حلوة ازاي، ملامحها مسمسمة ازاي، قد ايه هي بنتي هادية جدا باين عليها. واصحابها طبعا من طبقات عالية جدا وراقية. فتشان يقول له الحق الست والدتك شكلك كده مش هتعرف تتخلص من زوجتك دي خالص. وبيكون قاعد مستنيها ان هي تيجي بفارغ الصبر ويشوفها هي هتعمل ايه عشان تكره والدته فيها. لكن بيجيله مكالمة من المطار ويقولوا له اللي فيه حاجة حصلت ولازم يروح فورا. هو بيمشي هو تشان. لكن تشاو بنشوفها داخلة بلبس المتسولة وبكون ريحتها مش قد كده يعني، وريحة الهدوم مش كويسة والكل حاطط ايديه على مناخيره. وهنا تقول لحماتها مش معايا حاجة أجيبها لك هدية، فإيه رأيك تاخدي رغيف الخبز ده مني كهدية؟ هو ابني مش بيديكي فلوس؟ بيديني، بس أنا واحدة مصرفة وصرفت كل الفلوس والفلوس مش بتكفيني ومش هعاد معايا حاجة وبقيت بنام في الشارع وشكلي كده
كده مش هنفع لابنك، عاوزة حاجة سلام. لا استني، ده أنا لما صدقت إن هو اتجوز يا شيخة. أنا عارفة إن ابني ده غلطان وما بيفهمش ولا عارف إزاي إن هو يهتم بزوجته ويعبر ليها عن مشاعره ويهتم بيها. فتشاو بتطلب منها 5 سيارات و5 فلل على الدائري، فتقول لها طلباتك كلها مجابة، وخد الاسورة دي تراث لعائلة جي بنسلمها لكل مرات ابن جديدة، ولكن توعديني اللي انت تحافظي عليها او زائد المجوهرات دي. تشاو بتروح وبتدانها قاعدة على السرير قدام علبة المجوهرات، وبتكلم جي وبتقول له انا اسفة ما قدرتش اخلي والدتك ان هي تكرهني مع اني عملت كذا كذا، لكن هي كانت لطيفة جدا معايا زائد كده اللي هي ادتني علبة مجوهرات، لكن انا هردها لك. فبقول لها مفيش داعي، المجوهرات دي هدية ليكي، لكن احنا دلوقتي لازم نتفق على ميعاد عشان نتطلق فيه، وبيقفل معاها. تاني يوم بتروح لمديرها، ومديرها بيعرفها ان هي هتكون المساعدة الشخصية بتاعته بكرة، لان المساعدة بتاعته سابت الشغل. بس انا ما كملتش تعليمي حتى لو عندي تالتة ثانوي، مش مهم، انت هيكون ليكي حوافز ومرتبك هيزيد، اهم حاجة اللي انت بتعرفي تقري وتكتبي ودماغك حلوة، هوعدك وهكون قد المسؤولية. وبعدين تشان هنا بيقول له انا شايف اهتمامك بتشاو دي مش كويس، وخصوصا اللي انت واحد متجوز، يعني انت كده بتخون زوجتك، لكن انا مش متجوز ابص يمين وشمال زي ما انا عاوز. طب اسكت دلوقتي عشان شكلك كده عاوز تنضرب. طب خلاص انا عازمك النهارده فمش تنسى. فانا بقول له طب روح شوف انت رايح فين. والمشرفه بتيجي وبتعزم كل الموظفين وبتكافئهم على المجهود اللي عملوه الشهر ده، وبتقول لها تشاو انت لسه مستجده ومش ليك الحق اللي انت تحضري معانا السهره دي، لكن انا هديكي الفرصه دي، وبتشكرها تشاو. بعد كده بنعرف ان المشرفه دي متفقه مع شيا، لان شيا مش عاوزه اي حد يقرب من الكراش بتاعها، وبتكون موضبه خطه لتشاو وانا بتديها المبلغ اللي هم متفقين عليه. بعد كده بنشوف تشين هو واخد جان وبيعتذر منه، بيقول له سامحني يا صديقي، والدتك هي اللي طلبت مني كده، وقالت لي كمان ان انا اتصل على زوجتك وتجي لك في المكان ده، وبكون مشربه ومديله منشطات جنسيه نفس الحاله بتكون فيها تشاو، ودي بتكون سببها المشرفه وشيا، وبيكونوا متفقين مع جوز رجاله ان هما يقابلوها في المكان ده ويعتدوا عليها، لكن هي بتضرب واحد منهم وبتقدر تتخلص منهم وتلاقي نفسها مشدوده في حضن قلب جان اللي بيكون في نفس المكان، وبيكون محتاج لحضنها، أو بيقول لها إن هو هيتحمل كل المسؤولية وهيديها اللي هي عاوزاه، وهي كمان ما بتقدرش إن هي تقاوم وبتقضي ليلة معاه. تاني يوم بيفوقوا بيصدموا أول ما بيشوفوا بعض، وبتيجي مصرخة فبقول لها أنا آسف على اللي حصل، أنا شربت امبارح كتير وما كنتش في وعي، أنا هتحمل المسؤولية، مسؤوليتي أنا مش عاوزاك تتحمل أي مسؤولية، هي رفضتني، معقول؟ ده كان خطأ وأنا هاخد هدومي وأمشي. استني الصورة دي من فين؟ وبعد كده بيفتكر لما تشان قال له ان والدتك هي اللي طلبت مني كده وانا هبعت رساله لزوجتك. فهنا بيسالها عن الصوره، فبتقول له ان هي عجبتني في كشك وانا اشتريتها، مش بترضى تقول له على الحقيقه. فهنا للحظه كان فكر ان هي زوجته وبتمشي وتسيبه، وبيعرف ان هي كانت لسه بنوته وان دي اول مره. بعد كده بيلاقي زوجته بتتصل عليه وبتعتذر منه، بتقول لي جات لي رساله امبارح اللي انا اجيلك وانا دلوقتي بالصدفه في نفس الفندق اللي انت فيه، محتاجني؟ قال لها لا خلاص. وهنا دي الرسالة اللي تشان كان بعتها لها. تشين أول ما جان بيجري عليه بيقول له الحقش هي موجودة هنا وبتتفق مع المضيفين على تشاو، وتشاو بيكون بيتكلم في حماتها اللي بتقول لها ايه رأيك في ابني عجبك ليلة امبارح، لكن هنا هي بيكون مش فاهمة هي قصدها ايه. وفجأة تلاقي شيا داخلة ومعاها بنتين وبتطلب منهم ان هم يمسكوا لها تشاو، وبتقول لها انا اتعودت ان مفيش حد ياخد مني حاجة انا عاوزاها، وان جان ده يخصني انا. وهنا بتحاول ان هي تعذبها وبتقول لها اوعي تبصي لحاجه في ايدي بعد كده وانا هعلمك درس. وهنا حماتها بيكون سامع الكلام ده كله على الخط، وبعد كده التليفون بيقفل، فبدها تروح على الشركه فورا، وهي بتخلي البنات يحاولوا ان هم يقلعوا تشاو هدومها وتصورها عشان تفضحها وتخليها ان هي تمشي من الشركه دي، لكن جان بيجي في الوقت المناسب. وهنا بيطمن على تشاو بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له لا. فبقول لها انت ازاي تعملي كده؟ قالت له انت خايف عليها كده ليه؟ دي بنت من الارياف. وقال لها يعني عشان من الارياف؟ ده هي لو من الارياف فهي احسن منك، انت واحده ساذجه، هي على الاقل واحده نظيفه وكويسه. قالت له انت بتقولي كده عشاني؟ فهنا تشان بيقول لها تعالي معايا، هو بيجي واخدها وبيطلب من تشان ان هو يخرجها بره الشركه وما تدخلش هنا تاني. حماتها بتيجي وبتبص كده بتلاقيها موجوده مع ابنها، وهي بتكون مفكره ان الدنيا ما بينهم تمام واللي هم عارفين بعض، فبتكلمه بتقول له زوجتك عامله ايه؟ ده هي اللي اتكلمها، فبيقول لها انا دلوقتي في الشغل وان هي مش موجوده
معايا. فبتقول له ما كانش العشم اللي انت تكدب عليا يا ابني، وبتيجي قافلة. فهنا يستغرب من سؤالها ده، وبعدين هنا تشاو بتشكره ان هو ساعدها وبتعتذر منه بسبب المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين زوجته بسببها. فبقول لها بس انا مش متجوز. فبتفرح جدا وكانت مفكرة ان هو متجوز من سؤال والدته ومن كلام شيا. وفي مشهد تاني بيكلمها كزوجته بياخد رأيها في حاجة ان في بنت حصل ليها موقف تنمر بسببه، فازاي يعوضها. فبتقول له اشتري لها هدايا، شنط، احذية، هدوم، البنات بيحبوا الحاجات دي. وبعدين بتقول له انا عايزه اعترف لك بحاجه، انا كنت في فندق وحصل بيني وبين شاب علاقه، وبيكون نفس الفندق اللي هو كان فيه. فبقول لها ده برضو اللي حصل معايا. وما بيجيش في بالهم ان هما ممكن يكونوا كانوا مع بعض في نفس الليله دي. وبعدين بنشوف جان وهو بياخد تشاو للمول وبيطلب منها ان هي تنقي اللي هي عاوزاه وتختار، وبقول لها ان الحاجات دي هكون ليكي. فبتشوف الاسعار بتلاقيها مرتفعه جدا، وفجاه بتشوف بنت العمدة الضيعه اللي بيكون اسمها تشانغ. وهنا بتقول لها انت ازاي تيجي هنا، انت واحده فقيره ومن الارياف وجاهله. فبتقول لها ما تعايرنيش والنبي عشان الهم طايلني وطايلك. فبتقول لها بس انا دلوقتي بقيت مدام ليه. ولكن هي بتكون في الحقيقه هي مجرد عشيقه لكن بتظاهر. لكن جان بيكون عارف الحقيقه وان دي عشيقه ليه مش زوجته زي ما هي بتقول. وهنا بتخاف لما بتلاقيه ان هو عارف ليه وبتاخد بعضها وبتمشي. وبعدين بيقول لها ليه ما بترديش عليها. فبتقول له عادي انا خدت على كده على طول، هي كانت بتتنمر عليا بنفس الاسلوب ده على طول. وبيقدم لها الهديه وبيقول لها تعالى اوريكي حاجه بره. وبعدين بتشوف زوجة ليه اللي بتيجي تمسك عشيقه جوزها وبتضربها، وبتقول لها اللي انت واحده خطفت رجاله، وبتفضل توبخ فيها. وبعدين هنا تشاو بتعرف ان جان هو اللي عمل كده، وبقول لها مش مهم اللي انت هتاخدي حقك ازاي، المهم اللي انت تاخديه. وبعد كده بيمشوا لكن فجأة العربية مش بتشتغل. وهنا تشاو بتقترح عليه ان هي توصله بالموتور، وبيركب وراها وبيكون خايف جدا لكنها تتوقعه وان هي مش بتعرف تسوق. وبتوصله على بيت والدته ومش بتاخد بالها خالص ان هي اجت على العنوان ده قبل كده. وبعدين المساعد بيعرف والدته ان جان بره ومعاه زوجته، فبتفرح جدا. وهنا تشاو بتقوله ان هي لازم تمشي دلوقتي. ووالدته بتخرج وبتسأله عن زوجته، فبقول لها اللي هي مش معايا. فبتقوله ازاي مش تخليها تدخل معاك هنا جوه وتسيبها تمشي، قال لها هي مش اجت اصلا. فبتقوله ليه على طول مصمم اللي انت تكذب عليا، وبتطلب من المساعد انه يقفل الباب في وش ابنها. بتقول له شوف لك في حته تانية بقى تبات فيها او روح عندها. واول حاجه جان بيعملها بيكلم تشان يجيله بالعربيه عند البيت. وللحظه بيفكر بقى ان من كلام والدته ان تشاو هي تكون زوجته، وهي نفس البنت برضو اللي هو مشدود ليها وحاسس بمشاعر اتجاهها. وبيقرر اللي هو يروح لها عند المنزل. لكن فجأة بتلاقي سو جاية عندها وعمالة تعيط، وبتقول لها إن حبيبها ضحك عليها وإن هو بهدلها وضربها وإن هو كان بخونها كمان. وهنا بتقول لها أنا قلت لك إن الطريق ده كله غلط لكن أنت ما كنتيش بتسمعي مني. فبتطلب من تشان إن هي تستلف لها فلوس من جوزها، لكن هي بتقول لها إن جوزي دلوقتي مش موجود وأنا هنزل دلوقتي أجيب شوية طلبات. بتكون نازلة وفي نفس الوقت بيكون جاي عشان يشوف زوجته واخد العنوان من والدته، لكن يتفاجئ بسو. وهنا لما بيرن على زوجته بيلاقي سو هي اللي بترد، وبقول لها يعني انت زوجتي. فبتقول له ايوه يا جوزي، انت جيت امتى، انا من زمان مش شفتك. وبتمثل الدور بقرر اللي هي تاخد شخصية تشوان وهي عارفة الحقيقة وان ده كان جواز سوري. بترجع تشوان مش بتلاقي صديقتها موجودة، وبنشوفها وهي رايحة على القصر مع جي، وبتلاقي خدم كتير وكمان بياخدوها لغرفتها اللي بتكون شايفة نفسها اللي هي اتنقلت لحياة تانية خالص وإن الفقر مش عاد هيوصل ليها. بعد كده بتدخل على غرفة جي وبتقرر اللي هي تقرب منه وتقضي ليلة معاه، لكن هو بيقوم مخضوض وبقول لها ايه اللي جابك هنا، احنا جوازنا سوري. بس هي بتقول له انا قررت ان انا مش هطلق منك واللي احنا نشارك بعض نفس الغرفة. لكن هو بيفتكر لحظاته السعيدة مع شان وبطلب من سو ان هي تخرج بره الغرفة. وبعدين الخدامة بتيجي بيطلب منها ان هي تغير فرشة السرير، وبقولها لما اكون موجود محدش يدخل غرفته وتقفلي الباب. بعدين بنشوف ليزا المشرفة بتجيب شغل كتير لتشاو وبتقولها اللي هي تفضل سهرانة عليه. بتقولها مش هقدر اعمله لوحدي. قالت لها السيد جي مش موجود النهاردة فمش حد هيقدر يساعدك يا حلوة، والشغل ده انت اللي هتشتغليه لوحدك عشان نستخدمه بكرة في الاجتماع. بتفضل للساعة 2 بالليل جاي بيجي وبلاقيها كانت هتقع من كتر ما هي تعبانة. وبتعرفوا ان ليزا ادتها شغل كتير فبيطلب منها ان هي مش هتكمل شغل وبقول لها يلا عشان نتعشى سوا. اول شيء بتكون واقفة وبتصورهم وبتقول انا هسيب الامر بقى لزوجتك انت عشان تحله. وبعد كده هنا شان بتقوله ان المطعم ده غالي جدا، انا هعزمك بارخص الثمن في بيتي. وهنا بقولها هروح معاكي على بيتك. بتقول ايوه
بتاخده على البيت. بيقولها هي دي شقتك؟ فبتقول له اه، امال شقتك انت ولا ايه، تعالى ادخل. هو بيستغرب جدا وبتجهز له الاكل وبيعجبه خالص، وبيقول لها بس الشقه ديت انت وجوزك عايشين فيها، هو جوزك بحبك؟ فبتقول له احنا متفاهمين خالص واللي احنا زي الاصدقاء. فانا بتضايق ان جوزها متفاهم معاها، فبتضايق لما بلاقيها بتشكر قوي كده في جوزها. وبعدين بيقول لها انت بتعرفي تطبخي كويس جدا. فبتقول له عشان انا اول ما وصلت المدينه اشتغلت في مطعم وبعدين اشتغلت اعمل التوصيل. فبيطلب من تشان ان هو يجيب له كل المعلومات عن جوز تشان. بيفضل باصص للسويرة سو بتفضل سرحانة في المجوهرات والشنط والبرندات اللي هي وقعت فيها. فجأة شيء تبعت لها صورة وتقول لها ان تشان شغالة عند جوزك وهي هتخطفه منك لان جوزك قريب منها جدا. فما كانتش تعرف ان تشان شغالة في شركة جي. بعد كده بتطلع تسمع جي وهو بيكلم والدته بيسألها عن السويرة بتاعت العيلة. فبتقول له اللي انا اديتها لزوجتك. هنا بتقول انا لازم الاقي الاسوره دي واجيبها من تشان. فبتقرر اللي هي تروح ليها وبتقول لها انا مشيت من عندك لان المدير كلمني وقال لي لازم ارجع الشغل ورحت وحبيت ان انا اجيلك في يوم اجازتك. وبتقول لها فين الاسوره بتاعتك؟ فبتقول لها اللي انا عيناها لان هي غاليه جدا وخايفه ان هي تضيع. فبتقول لها طب انا جعانه ممكن تجهزي لي اكل؟ فبتقول لها عينيا حاضر. وبتستغل ان هي مشغوله في المطبخ وبتدخل على غرفتها وبتدور وبتلاقي الاسوره وبتاخدها وبتمشي. تاني يوم بتروح الشغل بتلاقي جاي وحاضنها ومبسوط جدا وبيقولها انت البنت اللي انا اتجوزتها. وبكون فرحان وهي بتكون مش فاهمه حاجه وبتقول معقول ده يكون الشخص اللي انا اتجوزته؟ في الموجودين بيقولوا عشان كده كان مهتم بيها طول الفتره دي عشان هي زوجته. لكن سو بتيجي وهي مش شايكه وفي كامل اناقتها وفي ايدها الاسوره، واول ما بيشوفها في ايديها بيعرف ان هي اللي زوجته مش تشان، وان الاسوره زي ما هي قالت له تشان شارياها كده من محل بسيط. وبيمشي وبيسيبهم. وبعدين تشان بتكون واقفة ومش فاهمة أي حاجة ومش بتتكلم ولا بكلمة واحدة. وبتشوف السويرة في إيديها وهي بتسلم عليها، لكن أول حاجة بتعملها ترجع على البيت على طول وتدور على السويرة، لكن بتفتح الدرج مش بتلاقيها. وبتعرف إن سو هي اللي خدتها لما كانت عندها. فبيكلمها وبتقول لها السويرة معاكي. بتقول لها أنت بتتهميني أنا بالسرقة؟ بتقول لها أنت اللي كنت عندي ومش في حد بيدخل عندي إلا أنت. فبتطلب من الخدامة إن هي تسيبها وتمشي دلوقتي. وبتقول لها أيوة أنا اللي خدت السويرة. قال السويرة دي تلزمني دلوقتي وانت جوزك غني تقدري تخليه ان هو يجيب لك واحدة تانية. وهي بتكون لسه مش فاهمة ان جان هو اللي جوزها وان جوزها واحد تاني خالص. وبعد كده بتفضل قاعدة وبتقول ان لازم ارجع السويرة دي لان هي غالية وحماتها وصتها عليها. وجاي اول ما بيجي بيطلب منها ان هي تعمل له فنجان قهوة وتوديهوله على المكتب. اما ليزا بتجيب له الملف اللي فيه الخطة التنفيذية للاحتفال بمرور 10 سنين على الشركة. وبيطلب من تشان ان هي تشارك ليزا في تجهيزات الاحتفال ده. وليزا هنا بتمانع وبتتضايق. فبقول لها لو مش عاجبك تقدري تسيبي الشغل، ولان هي على طول بتجهز الاحتفال ده سنويا وان دي حاجة كبيرة جدا ان واحدة تجهز الاحتفال ده. وبعد كده تشان بيجي ولما بيعرف بقول له انت ليه بتهتمي بيها بالطريقة دي؟ هو انت عندك مشاعر اتجاهها؟ فبقول له انا مفيش خالص. فبقول له طب ليه انت طالب مني اصلا ان انا اجيب معلومات عن زوجها؟ فقال له انت عرفتي حاجة؟ قال له لا. قال له خلاص تجيب لي المعلومات وانت ساكت. وبعد كده شيا بتقرر اللي هي تروح لسو لان هي مفكرها دلوقتي اللي هي زوجة جي، وان هي تتفق معاها ان هما يفضوا الطريق من قدام جي من تشان وان هما يتخلصوا منها. وبتقول لها على المعلومات اللي حصلت في الشركة وان هو اداها مهمة كبيرة لتجهيز الحفلة السنوية وان هما لازم يخططوا عشان يبعدوها وان هو لازم يطردها من الشركة. فبتتفق معاها ان هما يجهزوا خطة وليزا هي اللي تنفذ. فشي بتكون شايفة ان هي هتتخلص من تشان عن طريق سو وبعد كده تتخلص من سو عشان الطريق يفضلها. نيجي ليوم الاحتفال وبكون تشان هي اللي مستولت كل الامور للحفلة وليزا ما عملتش حاجة. بتشوف صديقها سوان اللي بيكون بيحبها بقاله سنين ونفسه ان هو يتجوزها وبكون جاي هنا بسبب تعاون مع المدير بتاعه مع السيد جي. وهنا جي اول ما بيشوفه فبيقول لها مين ده؟ فهنا بيجي حاطط ايده على كتفها وبقول له احنا لاقيين على بعض مش كده؟ فهنا بيفكر ان ده جوزها وبيتضايق جدا وبقول هو ده جوزها بقى اللي هي بتحبه وعايزه تفضل معاه. ليزا هنا بتيجي وبتقول البنت
اللي هتقدم الحفلة لسه مش إيجت. جاي بيسأل تشان، أنا كلمتها وأكدت عليها وبترن عليها تاني تشان، لكن بتلاقي تليفونها مقفول، وبتكون هي دي الخطة. أو ليزا هنا مستنية إن جاي يطردها وإن هو غضبان دلوقتي، بيشدها من إيديها من وسط الكل. وهنا مفكرين إن هو هيطردها، لكن بيكون واخدها في مكان محدش كان متوقعه خالص. وتشان بيكون متضايق جدا ومتوتر لأن الحفلة على وشك البدء وكده اتأخروا. لكن فجأة نشوف تشان اللي بيكون بنت جميلة ولابسة فستان جميل جدا ومن أعلى البراندات، وجاي جاي وحاطط إيده في إيدها. وعكس ما شي كانت متوقعة هي وليزا إن هو بيكون دلوقتي غضبان عليها وإن هو بيطردها وبهدلها، وشي مش بتستسلم وبتحاول إن هي توقع تشان. وهنا بتقول لها مش هخليكي توصلي للي انت عاوزاه ولا هناولك اللي في بالك. فهنا بتيجي ضربها وبتقول لها المرة الجاية التمن هيكون غالي جدا، اوعي تقربي مني. ولأول مرة القطة بتاعتنا بيطلع لها ضوافر يا بنات وبتخربش. وبتقدم هي الحفلة وبتنجح جدا في تقديم الحفلة، وبكون بشكل رائع جدا، وبتحكي الإنجازات اللي أنجزتها الشركة خلال ال10 سنين دي. وجي فرحان بيها جدا وبيشجعها، بقول لها أنا كنت عارف إن أنتي قد الاختبار ده. لكن فجأة بتحس بتعب وبتقول إن هي حاسة معدتها تعباها. بقول لها يلا أوديكي المستشفى، لكن سوان بيقول له أنا اللي هاخدها. وهنا بتقول له خليك أنت مع ضيوفك وأنا هروح مع سوان. طبعا هو متوقع إن ده زوجها واخدها خلاص على المستشفى، مش هيقدر يتكلم ولا يقول نص كلمة. بياخدها على المستشفى، الدكتور يفاجئها إن هي حامل في شهرين، لا وكمان مش حامل في طفل واحد، دي حامل في 4. وهنا بتتفاجئ، وكمان سوهان بيسألها لو هي حامل من زوجها، فبتقول له لا. طب انت حامل من مين؟ حامل من رئيسك جي؟ فبتقول له اه. فبقول لها هو عنده عيلته وزوجته ومستحيل هيفكر فيكي، انا دلوقتي اللي واقف معاكي. لكن هنا سو بيكون واقفه وسامعه كل حاجه، وسوان بيقول لها اتخلصي من الحمل ده لان جاي مستحيل يتحمل المسؤوليه دي. فبتقول له هو ملهوش اي علاقه وانا هتحمل مسؤوليتي. وبتمشي لكنه بيحضنها وبقول لها انا مستعد ان انا اتجوزك واتحمل مسؤوليه الاطفال. وسو بتصورها، وكمان تشان بترفض العرض، بتقول له ما تضيعش وقتك معايا، احنا مجرد اصدقاء. وسو بتبعت الصوره لجي، وجي بيكون متضايق جدا وحاسس بالغيره من غير ما يعرف ان هو اصلا بيحبها. وبعدين بنشوف جاي بيطلب من ليزا ان هي تتخلى عن منصب المشرفة، والمشرفة اللي هتكون هي تشان لان هي اللي تولت كل امور الحفلة، وان هي ما عملتش حاجة. وهنا ليزا بتضايق جدا وبتمشي، لكن تشان بتفاجئه بان هي هتقدم استقالتها وان هي هتمشي. فبقول لها انت هتقدمي استقالتك ليه بعد اللي انت وصلتي له؟ خليكي هنا، انت رايحة فين؟ جوزك هو اللي طلب منك كده، مش صح؟ انت بتمشي ليه وراه وسامعة كلامه في كل حاجة؟ هو مش بحبك للدرجة دي، انت عاوز ايه؟ هو زوجي، لكن انت هتقدم لي ايه؟ انت مالكش دعوه بيا، انت عندك زوجتك وحياتك. انا قلت لك ان جوازنا ده سوري واللي انا ممكن اطلقها في اي وقت، احنا اصلا هنتطلق، لكن انا ما احبش ان اكون عشيقه باي شكل من الاشكال. فبيشدها كده وبيقرب منها وبيقول لها بص في عينيا كويس، قولي لي لو انا مش ليا مكان في قلبك. انا ما بحبكش ولا انت ليك مكان في قلبي، انت كدابه. وبيجي مقرب منها وبيسها، لكن هي بتزقه. وانا بقول لها انا هثبت لك وهكلم والدتي. لكن قبل ما يكلمها ويقول لها كلمة بتيجي قافلة الموبايل ومن غير ما تبص فيه وتعرف الحقيقة. وبتخرج بره وتفكر في كلامه وبتقول أنا فعلا حبيتك لكن ما أقدرش إن أكون معاك، إحنا مختلفين. هو بيقعد مع تشان وبيكون عمال يشرب ويسكر. وهنا تشان بيقوله أنت شكلك كده بتحب البنات للأرياف، ما تقوله أنا أجيب لك واحدة تانية. فبقوله مش طالبة هزار دلوقتي. قال له خلاص طلقها، ما أنت كملت خلاص السنتين، طلق زوجتك واتجوز دي. قال له أنا هطلقها بكرة، عندك حق، ولو هي مش موافقة معاها القانون لو تقدر تعمل حاجة. هنا بقى بتطلب من الخدامة إن هي تعمل لها شوربة، فبتلاقيها حامية فبترميها على الأرض وبتبهدل الخدامة. بتقول لها أنت عاوزة تموتيني، أنت تنزلي دلوقتي وتلميها ولو مش لميتيها هطردك. فهنا جاي بيجي وبيتضايق جدا لأنه بيعز الخدامة دي، أو بيطلب منها إن هي تروح تشوف شغلها، أو بيطلب من سو إن هي توقع على ورق الطلاق. فبتقول له أنا مش عاوزة أطلق، أنت ليه عاوز تطلقني؟ فبقول لها هو ده الاتفاق اللي كان ما بيننا، جواز لمدة سنتين، جواز سوري وتاخدي الفلوس وخلصت الحكاية. فبتقول له بس أنا حبيتك ومش عايزة فلوس ولا حاجة، أنت ليه عاوز تعمل كده؟ فبقول لها لازم نطلق. فبتقول له أنا عارفة أنت ليه عاوز تعمل كده، ده كله علشان تشان هي أحسن مني في إيه؟ هو أنت بتحبها ليه؟ ما قارنيش نفسك بيها، أو لو أنت مش موقعة على ورق طلاق ما بيننا المحاكم. بعدين بنشوف سوان اللي بيجهز شنطة تشان لما قررت إن هي ترجع خلاص القرية، وهو كمان هيوصلها. سو بتكون مراقباها وبتفرح جدا إن هي راجعة القرية، فبيتكلم شاب من القرية
بيحب تشان وبتقول له اللي انت تقدر تنتهز الفرصة دي وتقرب منها، وان هي رجعت دلوقتي القرية. جي بيروح على منزل تشان لكن بيعرف من جارها ان هي عزلت ورجعت تاني قريتها. وجي كان جايب خاتم الزواج وكان عاوز يقدمه لها، لكن بيقول هي خلاص فاضل خطوة واحدة وبوصلك ونكون سوا. بنشوف تشان وهي عند جدتها وبتقول لها ان في لمض عندها محروقة يعني، وهي هتخرج دلوقتي عشان تجيب بديل لللمض دي. فبتقول لها ما تتأخريش، لكن هي بترجع بالليل متأخر وبتقابل الشاب اللي من القرية ده اللي بحبها وبحاول ان هو يعتدي عليها، فبتضربه بالكشاف وبتحاول تهرب لكن بيشدها من شعرها وبيضربها. وبقول لها اللي انت حكايتك معروفة مش اجت عليا يعني، لكن جاي بيجي وبينقذها منه وبيبلغ الشرطة. وبعد كده بنلاقي تشان بيغمى عليها وبيشيلها وبياخدها على المنزل وبيجيب لها كمان الدكتور وبيفضل سهران جنبها لتاني يوم الصبح. وبيعرف ان تشان حامل، وكمان مركز الشرطة بيكلمه وبيقولوا له اللي احنا استجوبنا المجرم ده وعرفنا ان واحدة اسمها سو هي اللي مسلطاه. وبعدين هنا تشان بتفوق وبتتشكره على اللي هو ساعدها وبتقول له يقدر يرجع دلوقتي للمدينة. انت ليه بتطرديني وعاوزاني امشي؟ انا لما صدقت اللي انا لقيتك. انت ليه خبيتي عليا اصلا اللي انت حامل؟ وليه قدمت استقالتك ومشيتي كده؟ ده لان انت عرفتي اللي انت حامل. انا حابة ان انا احتفظ بالحمل ده لنفسي، واللي انا مش عاوزه ادخل في حياتك واخربها لك، ومش عاوزه اكون عشيقه. قلت لك 100 مره انت مش مجرد عشيقه، انت حبيبتي، انا بحبك. انت ليه مش عاوزه تعترفي بحبك ليا؟ انا اصلا هطلقها ومش عاوزها، بيكي او من غيرك انا كنت هطلقها، مفيش بينا حب، انا بحبك انت ومستعد دلوقتي اللي انا اتجوزك واتحمل مسؤوليه الحمل ده طفلي برضو. لا لحظه، هنا هم هيكونوا اطفال مش طفل واحد. لكن هي مصممه ان هي ترفض وتقول له ما تنساش اللي انا متجوزه وانا هتحمل مسؤوليه الطفل ده. وبعدين انا مش عاوزه ادخل في صراع مع عيلتك، انا بنت بسيطه من الارياف، لكن انت واحد من المدينه، رجل غني من عيله غنيه، ووالدتك بتحب زوجتك واكيد يعني مش هتخليك اللي انت تطلقها كده بالسهل واللي انت تتجوز واحده زي من الارياف. بس انا بحبك وانت مش مجرد عشيقه، ووالدتي لما تعرف الحقيقه هترحب بيكي جدا ومش هيكون عندها مانع، وانا عارف اللي انت بتحبيني، انت ليه مش راضيه تقوليها؟ فبتقول له انا فعلا بحبك لكن ما ينفعش اللي احنا نتجوز. فاول ما بيسمع هالكلمه بيقرب منها وبيبوسها وبقول لها انا عارفه ان انت بتحبيني وانا هفضل معاكي وانت هتكوني ليا. بتقول له مستحيل. فبقول لها فبيقسم لها لو هو مش اتجوزها فهيموت نفسه. فبتقول له لا ما تقولش كده، يعني انت دلوقتي موافقه ان انت تتجوزيني؟ انا ما قلتش ان انا موافقه ان انا اتجوزك، مش مهم، بس انت قلتي اللي انت بتحبيني. بعد كده بيكون خارج معاها بيلاقي سيدتين واقفين قدام البيت وبيلقحوا عليها بالكلام وبيقولوا ان هي راحت المدينه وغلطت مع راجل وان هي حامل دلوقتي من غير ما تتجوز. جدتها تسمع الكلام ده بتطلع وترش عليهم ميه وبتقول لهم مالكوش اي الحق اللي انتوا تتكلموا على حفيدتي مهما كانت هي عامله. وبتدخل جوه وبتمسك صوره والده تشان وبتقول له انا اسفه ما قدرتش احميلك بنتك، ليه عملتي كده؟ انت عارفه انت داخله على مسؤوليه طفل من غير ما تتجوزي، واهل القريه مش هيسيبوكي وهيفضلوا يتكلموا عليكي وهيوبخوكي. فجاي يوطي كده بيقول لها مستحيل اتخلى عن تشان وهتحمل المسؤوليه، انا هتجوزها جواز رسمي وهعمل فرح كبير والكل هيشوفه وما تخافيش. فهنا بتقول لها شفتي بقى يا جدتي مفيش داعي اللي انت تزعلي. وبتكون مفكره ان جاي بيقول كلمتين كده وخلاص وهي مشيت معاه في الطياره عشان بس جدتها تعبانه، لكن هنا بقول لها انا بتكلم جد مش بهزر. هنا بقى سو بتعرف اللي حصل كله وان جاي عارف الحقيقه وان الولد اتقبض عليه، فبتقرر اللي هي تهرب. هنا بقى والدة جاي كمان بتيجي على البيت عشان تشوف مرات ابنها، لكن تتفاجئ بواحدة غريبة تقول لها انت مين؟ فتقول لها انا الشغالة الجديدة اللي السيدة شان جابتها، وهي قالت لي ان انا اتخلص من شوية حاجات كده هي مش عاوزاها فلمتهم في الشنطة دي. وبتخرج وبتكون الحما جايبة لكنتها هدية كتير وبتسأل الشغالة عن كنتها وابنها، فبتقول لها ان السيد جي مش موجود وكمان الهانم لسه خارجة. فبتدخل على الغرفة بتلاقي الغرفة متبهدلة خالص، فبتكلم جي وبتقول له ان بيتك اتعرض للسرقة. وهنا بيقرر اللي هو ينزل وبيقول لتشان ان هو هيرجع ليها تاني بس ينزل يشوف ايه السرقة اللي حصلت في المنزل ده. واول ما بيدخل والدته بتزعق له بتقول له ازاي تجيب واحدة غريبة كده تعيش في البيت؟ فبقول لها انا هجايب واحدة غريبة مين؟ انا جايب سو زوجتي. فبتقول له زوجتك اسمها تشان مش سو. فبيشوف وثيقة الجواز وبتأكد من الاسم بيلاقي ان تشان هي زوجته وهي اللي في الصورة معاه. وهنا بيجي بايس والدته بيحضنها وبتشكرها جدا ان هي عرفته الحقيقة
جاية في الوقت المناسب وبياخدها من ايدها وبيطلع جري على القرية. فسو بتسافر للقرية وبتقرر اللي هي تتخلص من تشان وتقتلها، فتتفاجئ بتشان وراها وبتقول لها مين اللي نايم على السرير، فبتتفاجئ ان دي كانت مخدات. وانا تشان بتقول لها ليه عاوزة تقتليني؟ ده انت كنت افضل صديقة ليا، احنا متربيين سوا. بتقول لها ان انا اللي نزلت قبلك على المدينة، انا احلى منك، انت ليه تتجوزي واحد غني وانا افضل عايشة زي ما انا؟ ولسه بدها تقتلها بتلاقي الشرطة جاية وبيجوا واخدينها. جاي بيجي في الوقت المناسب وهو اللي كان مبلغ وطلب من تشان ان هي ما تنامش الليلة على سريرها وان هي تحط المخدات على سريرها وتغطيها. وبعدين سو بتتفاجئ ان جي عارف كل حاجة، ولكن بيكون لسه تشان برضو مش فهمت وبتتشكر جي ان هو انقذ حياتها النهارده. وبعدين هنا بتلاقي حماتها جايه وبتطمن عليها وبتحمد ربنا ان هي كويسه. بتشوف الاسوره في ايد سوفا بتاخدها منها وبتضربها قلم واتنين وتلاته وبتقول لها ازاي الجراء اللي انت تاذي كنتي. وبعدين الشرطه بياخدوها وجاي بينادي حماتها ماما، فهنا بتكون مش فاهمه اي حاجه تشان غلسه وبتساله، فبقول لها احنا متجوزين وبوريها وثيقه الجواز، وبتفهم ان هو ده جوزها اللي جوزته من سنتين جواز سوري. وبكده نكون خلصنا ملخصنا، استنونا بقى في ملخصات تانية كتيرة احلى. بس ما تنسوش لو اول مرة تزورونا على القناة ياريت تعملوا اشتراك ولايك وكومنت.